السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الآونة الأخيرة نظرنا وقاعد نشوف إيش قاعد يصير بشمال قطاع غزة بالمجاعة اللي قاعد يمرون بها أهلنا في شمال قطاع غزة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، انطلاقا من كلام ربنا جل وعلا الذي قال فيه من بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: إنما المؤمنون إخوة. والواجب علينا كما تكلم أخونا إبراهيم عن قطاع غزة أو شمال قطاع غزة، الواجب على المسلم أو المؤمن أن يطعم أخاه أو يكسي أخاه، وكلكم تعلمون ما يجري في قطاع غزة. أسأل الله عز وجل أن يطعم جائعهم وأن يكسي عاريهم وأن يداوي جرحاهم وأن يشافي مرضاهم وأن يعافي مبتلاهم وأن يرحم قتلاهم. اللهم كن لأهلنا في غزة يا رب العالمين. فيا أخواني، الوضع معروف، الواجب علينا على المؤمن أنه يعاون أخوه المؤمن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم أخو المسلم، فأخوك المسلم جائع، الواجب عليك أن تطعم أخاك المسلم، كلكم أهل خير. الكلام موجه لأهل سوريا خاصة والمسلمين عامة، فالواجب علينا أن نبادر بالخير وأن نتصدق، وتعلمون الصدقة وما أدراك ما الصدقة، فلا أريد أن أتكلم عن فضل الصدقة وكلكم يعلم الصدقة. فيا أخواني، الكلام موجه للجميع وخصوصا في سوريا: تبرعوا وتصدقوا وأعطوا مما أعطاكم الله. يقول عليه الصلاة والسلام: داووا مرضاكم بالصدقة. فيا أخوان، التبرع في كل مكان، في كل مكان في سوريا تثق بواحد تبرع وتصدق لله تعالى، والصدقات جاءت تصل يا أخوان. وأخوانكم والله ميتين من الجوع، والله أخوانكم في شمال قطاع غزة قاعد تموت الناس فعلا من الجوع بسبب اليهود. أسأل الله عز وجل أنه ينتقم منهم، وأسأل الله عز وجل الفرج القريب لهذه الأمة الإسلامية. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الخير، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يبادرون إلى الخير، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يحبون الخير. يا أخواني، حملة مساعدة وإغاثة إلى أهلنا في شمال قطاع غزة، مبادرة من صفحة إبراهيم الفراتب. احنا قائمين إن شاء الله على هذه الحملة، ومعانا العم أبو محمد الشعيطي. نعم، إن شاء الله أخواني قائمين على هذه